بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم طلبة أولى إعدادي وفي تقييم جديد من تقييماتنا الأسبوعية. تقييمنا النهاردة تقييم الأسبوع العاشر. طبعا زي ما احنا عارفين 3 ورقات: ورقة عمل الحصة والواجب المنزلي والتقييم الأسبوعي. أول ورقة عمل الحصة، الدرس الثالث: السياحة ومواقع التراث العالمي بأفريقيا في الوحدة الثالثة. السؤال الأول: تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين من المقومات الطبيعية للسياحة في أفريقيا. طبعا مقومات طبيعية، هنبص الاختيارات هنلاقيها مظاهر السطح، يبقى مظاهر السطح من المقومات الطبيعية. نشوف السؤال الثاني: توجد جزيرة الجيفتون داخل مسطح. طبعا موجودة قدام الغردقة، يبقى موجودة في البحر الأحمر. 3. الدولة الإفريقية الرائدة في إقامة المتنزهات الوطنية والمحميات الطبيعية. طبعا دولة إيه؟ دولة كينيا، يبقى هنعمل كينيا. نشوف السؤال اللي بعده: اكتب ما تشير إليه العبارة. اكتب ما تشير إليه العبارة. السؤال الأول: مدينة تضم مجموعة من الكنائس المحفورة في الصخور تعود للعصور الوسطى. طبعا مدينة لاليبيلا الصخرية اللي موجودة في أثيوبيا، يبقى هنكتب لاليبيلا موجودة في أثيوبيا. محمية طبيعية في الكاميرون وتعد من أكبر الغابات المطيرة وتشتهر بتنوعها البيولوجي. محمية غابة دجا موجودة في الكاميرون. بعد كده الواجب المنزلي. السؤال الأول: اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع التصويب. 1. أفضل فصول السنة للنشاط السياحي في أفريقيا هو فصل الصيف. طبعا عبارة غلط، هو فصل الشتاء. نشوف السؤال الثاني: يعد كرم الضيافة من المقومات البشرية للسياحة في أفريقيا. طبعا العبارة صحيحة. السؤال الثالث: تتنوع الأنشطة السياحية في أفريقيا نتيجة لكبر مساحتها أو لكبر مساحتها. طبعا العبارة العبارة صحيحة. نشوف السؤال الثاني، سؤال بما تفسر من الأسئلة المهمة. أول سؤال عندنا: انخفاض حركة السياحة في قارة أفريقيا. ليه حركة السياحة منخفضة في أفريقيا؟ بسبب كذا حاجة. أول حاجة بسبب الظروف المناخية السيئة. 2. بسبب كثرة الأمراض والأوبئة في أفريقيا أو في بعض المناطق في أفريقيا. ضعف شبكات النقل والمواصلات، يبقى ضعف شبكة النقل والمواصلات. السؤال الثاني: أهمية النشاط السياحي في أفريقيا. السياحة مهمة في أفريقيا ليه؟ كذا سبب. أول سبب: مصدر أساسي للدخل القومي، وبرضه بتوفر فرص عمل للشباب وبتجذب الاستثمارات الأجنبية، يبقى تجذب الاستثمارات توفر فرص عمل للشباب، مصدر للدخل القومي. 3. إقامة الدول الأفريقية العديد من المحميات الطبيعية. ليه الدول الأفريقية بتعمل محميات طبيعية؟ وخصوصا دولة كينيا فيها محميات للحفاظ على التنوع البيئي واستدامته، يبقى للحفاظ على التنوع البيئي واستدامته. نشوف التقييم الأسبوعي. طبعا بيبقوا 3 تقييمات، 3 مجموعات، كل مجموعة بتاخد 5 أسئلة. المجموعة الأولى: ما تقييمك لمصداقية الجملة الآتية؟ تتشابه مدينة لاليبيلا الصخرية مع مدينة لامو القديمة في الأهمية الدينية. طبعا العبارة صحيحة، حيث أن مدينة لاليبيلا مركز ديني مسيحي، أما مدينة لامو مركز مهم لدراسة الثقافات الإسلامية.
يبقى دي للمسيحية ودي للإسلامية. 2. حدد المقومات البشرية للنشاط السياحي في أفريقيا. إيه هي المقومات البشرية؟ عندنا كذا حاجة، هنقول منهم حاجات معينة. أول حاجة المواقع التاريخية والأثرية. 2. التنوع الاجتماعي والثقافي. 3. كرم الضيافة. السؤال اللي بعده: ماذا يحدث إذا ساد السلام بين شعوب ودول أفريقيا وخفت الصراعات بينهم بالنسبة للنشاط السياحي؟ سيزيد النشاط السياحي في قارة أفريقيا لو خفت الصراعات. 3. ما العلاقة بين منظمة اليونسكو والمواقع التراثية العالمية بأفريقيا؟ طبعا لها نشاط كتير أو كبير منظمة اليونسكو. من ضمن الحاجات اللي بتعملها منظمة اليونسكو إن هي تقوم بتقديم مساعدات مالية للحفاظ على المواقع الأثرية أو المدرجة على قائمة التراث العالمي. 4. دلل جغرافيا على لموقع أفريقيا الجغرافي أثر على ازدهار النشاط السياحي بها. نديني دليل. طبعا موقع أفريقيا موجود في وسط قارات العالم القديم أو وسط قارات العالم، حيث يقترب من شمال أفريقيا من قارة أوروبا، جعلها أكبر القارات المصدرة للسياح أو السياح في أفريقيا. ما مقترحاتك من أجل ازدهار النشاط السياحي في أفريقيا؟ أول حاجة الاهتمام بالسياحة المستدامة. بعد كده تطوير البنية التحتية والاهتمام بوسائل النقل، وبرضو الاهتمام بالتعليم وبالذات اللغات عشان اللغة الإنجليزية. 2. حدد النتائج المترتبة على امتلاك أفريقيا العديد من المواقع الأثرية والتاريخية. أدى إلى إيه؟ أصبح عامل جذب للسياح أو أصبح عامل جذب سياحي. دلل جغرافيا على لموقع أفريقيا الفلكي أثر على النشاط السياحي بها، حيث أن تنوع المناخ والمساحة الكبيرة في قارة أفريقيا أدت إلى توفر أنشطة سياحية كبيرة في قارة أفريقيا. نشوف السؤال اللي بعده: ما العلاقة بين مبادرة نيباد والنشاط السياحي في أفريقيا؟ حيث كان من أهداف مبادرة نيباد تطوير البنية التحتية وحماية الموارد الطبيعية والموارد البشرية في أفريقيا. دي أهداف مبادرة نيباد، بما تفسر حصول تلت فنادق مصر على شهادة النجمة الخضراء بسبب تقليل الآثار السلبية للسياحة على البيئة والمجتمع، لأنها بتقلل الآثار السلبية على البيئة والمجتمع. المجموعة الثالثة: حدد العلاقة بين التنوع الاجتماعي والثقافي في أفريقيا والسياحة، حيث أن التنوع الاجتماعي والثقافي في قارة أفريقيا وللسياح جعلها فرصة للاستمتاع بالثقافات المحلية وزود عدد السياح. تخير العنصر المختلف فيما يلي مع ذكر السبب. طبعا تسهيلات الإقامة وكرم الضيافة، لأنها من العوامل البشرية أو المقومات البشرية للسياحة، لأنها من المقومات البشرية للسياحة. 3. ما تقييمك لمصداقية العبارة الآتية: تجذب الشعاب المرجانية السياح إلى السواحل الغربية في أفريقيا؟ طبعا عبارة خاطئة، لأن الشعاب المرجانية بتجذب
أو موجودة على السواحل الغربية في أفريقيا، مش في الغربية، في الشرقية لأفريقيا. يبقى عبارة خاطئة، حيث تظهر السواحل الشرقية بالشعاب المرجانية وألوانها الخلبة، مش السواحل الغربية. دلل جغرافيا على تقوم أفريقيا بالعديد من الإجراءات للنهوض بالنشاط السياحي. عملت كذا حاجة: إطلاق مبادرة نيباد، مش بس مبادرة نيباد، وإطلاق الاتحاد الإفريقي حملة اكتشف أفريقيا، وتنمية السياحة المستدامة. يبقى تنمية السياحة المستدامة. آخر سؤال معانا: ما العلاقة بين عدم إجادة سكان أفريقيا اللغة الإنجليزية والنشاط السياحي؟ عدم إجادة سكان أفريقيا للغات الأجنبية وخصوصا اللغة الإنجليزية أدى إلى انخفاض حركة السياحة في أفريقيا. وبكده أبقى خلصت معاكم تقييم الأسبوع العاشر. تابعوني في بقية التقييمات، مع تحياتي مستر جابر.